لكن الحقيقه عندي موضوع البرازيلي، اسف. عندي موضوع مهم، موضوع حسين الشحات والضجه المثاره حاليا. الناس زعلانه انه النادي الاهلي اشتكى لاتحاد الكوره، وغاضبه جدا، بيقول لك حسين الشحات محمد الشيبي راح للمحكمه. انتوا زعلانين ليه؟ صح. طب ما الاهلي راح لاتحاد الكوره، انتوا زعلانين ليه؟ كل واحد راح للسكه اللي شايفها صح. المحكمه، النيابه استدعت حسين الشحات ومثل امام النيابه وخرج بكفاله. خلاص، القانون بتاعنا شاف انه الفعل بتاعه يستحق هذه الكفاله وانه في قضيه. تمام، 100 فالنادي الاهلي والاخر بيدافع عن حق لاعبه، فراح للجهه المختصه اللي هي اتحاد الكوره وراح مقدم شكوى طبقا لقانون هو الاخر. فالقانون بيستدعي الشيبي، بيحقق مع الشيبي او بيحقق مع النادي. طب ما هنا انت شغال على قانون وهنا هو شغال على قانون. ما هذه الانتفاضه بقى؟ يعني ما وجه الغضب؟ كل واحد استعمل حقه، بيراميدز استعمل حقه او محمد الشيبي استعمل حقه انه راح للجهه الفلانيه، الاهلي استعمل حقه انه راح للجهه المسؤوله. ليه في غضب بقى؟ انه في نادي بيفهم في اللوائح وبيعرف في اللوائح وبيشتغل، عنده ادارات شغاله صح فراحت في الاتجاه الصحيح. ليه ما حصلش انتفاضه وغضب انه النيابه استدعت اللاعب وخرجته بكفاله؟ ومعنى كفاله معناه ان في قضيه. ليه حضرتك منتفض وغاضب وحزين الى هذه الدرجه؟ هو مش ده حق؟ وبيراميدز او اللعيب الشيبي راحوا لحقهم ده، فالتانيين شايفين ان حقهم في الناحيه دي وراحوا لهنا. فلما هيستدعوه، اذا كان ده معرض للحبس، ايهما اصعب، الحبس ام الايقاف؟ حد يقول لي. يعني ممكن حسين الشحات ده ياخد حبس يوم، شهر، سنه، غرامه، الله اعلم. وما حصلتش. وللمره الالف انه ما فعله حسين الشحات خطأ فادح وكبير، وانه في لوائح بتضبط هذا الامر. كل واحد راح للسكه اللي تريحه، كل واحد راح للسكه اللي تعجبه، كل واحد راح للسكه اللي شايف من وجهه نظره انها صح. فحضرتك غاضب قوي، او البعض غاضب قوي 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 انه الاهلي راح للسكه دي. طب كان يروح فين؟ طب ما هو من قبل الزمالك راح للمحكمه الرياضيه 100 راح للفيفا والمحكمه الرياضيه في عدد من القضايا، منها قضيه كهرباء، صح؟ ما فيهاش فصال، مش يكمل في سكته. بيراميدز نفسه في مشاركه الاهلي في البطوله الافريقيه وصل للفيفا ووصل للمحكمه الرياضيه. ولا انتوا ناسيين؟ لا، مش بيراميدز راح رفع قضيه امام المحكمه الرياضيه الدوليه اللي بيسموها التاس، واتفضلوا، وفي الاخر قالوا لا، ده حق قانون الاهلي ان هو يشارك، ولا حد يقدر يقول حاجه هنا. فانا مش شايف انه يعني في حاجه تدعو للغضب. وبعدين ده اللي واخد القرار الاتحاد بلجنه الانضباط، مش ممكن لجنه الانضباط دي وعلى راسها قاده اجلاء محترمين، او في عضويتها قاده اجلاء محترمين، يقولوا له برافو يا شيبي انت صح 100% واحنا ناس بتوع القانون واللي انت عملته صح ومفيش حاجه عليك؟ او ممكن تدي عقوبه. فليه دايما القصه ماشيه بالشكل ده؟ يعني هو انا بتكلم صح ولا بتكلم غلط؟ بصرف النظر عن الانتماءات، كل واحد يدور على حقه، كل واحد يشوف مصلحته، فكل واحد توجه الى السكه اللي من وجهه نظره صح. يعني
النادي العرة اللي رئيسه عرة زعلانين ان النادي الاهلي اشتكى في اتحاد الكورة، وهم ناسيين اللي هم ابتدوا وراحوا المحاكم المدنية علشان يحبسوا حسين الشحات. لكن النادي الاهلي دي بداية في اتحاد الكورة، لكن النهاية هتروح للفيفا، والنادي الاهلي مش هيسكت، لان ممدوح عيد تخطى كل الخطوط الحمراء مع النادي الاهلي. يعني ودي البداية ان شاء الله. اتحاد الكورة، لجنة الظلمات، لجنة الانضباط، وبعد كده الفيفا. النادي الاهلي هيمشيها صح وهيلعبها صح معاك يا ممدوح يا عيد.